بعد حديث عن توجه المغرب لفتح ملف تدبير المجال الجوي فوق الصحراء مع مدريد، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أنها لن تتنازل للمغرب عن إدارة المجال الجوي فوق الصحراء. ويخطط المغرب للسيطرة على المجال الجوي فوق الصحراء، حيث من المقرر أن يفتح تفاصيل هذا الملف في الاجتماع رفيع المستوى مع إسبانيا المقرر عقده في يناير المقبل. وجاء توضيح الخارجية الإسبانية في جلسة برلمانية في إطار سؤال تقدم به الحزب الشعبي بشأن تقديم توضيحات حول ما إذا كانت الإدارة المركزية الإسبانية ستتخلى عن المجال الجوي فوق الصحراء المغربية. وأشار جواب وزارة الخارجية الإسبانية إلى أن الاجتماع رفيع المستوى سيتم عقده في الأسبوع الأخير من شهر يناير أو الأسبوع الأول من فبراير القادم من قبل خوسي مانويل الباريس وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون ونظيره المغربي ناصر بوريطة. وشددت الخارجية الإسبانية على أن هذا الاجتماع سيبلور المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية التي بدأت بعد اعتماد الإعلان المشترك.